Hello everyone. احنا في theme 2 The world around us يعني العالم من حولي. احنا بناخد في chapter 1 animals animal babies. animal babies يعني صغار الحيوانات. تعالوا نشوف النهارده هناخد ايه في lesson 2. lesson 2 النهارده عن stages of human life يعني مراحل نمو الإنسان. احنا we have already learned how we change and grow. احنا اتعلمنا ازاي ان احنا اكيد بنكبر وبنتغير. What is the first stage of a human life? What is the first stage? ايه هي اول مرحلة في حياة الانسان اللي ربنا بيخلقه عليها؟ عارفين؟ برافو. baby. The first stage of a human life is baby. هنا الطفل الصغير ده ربنا بيخلقه بس مش بيعرف يا حبيبي يعمل اي حاجة لوحده، لازم حد يساعده. بيكون لسه صغنون، ماما بتأكله بتشربه بتنيمه، حتى مش بيعرف احيانا يقعد لوحده. بعد ما تعدي الستيج دي تفتكروا what is the second stage in human life? What is the second stage of human life? ايه المرحلة التانية من حياة الإنسان لما يكبر شوية؟ برافو عليك. تعالوا نشوف. child. لما الولد يكبر شوية يقدر يمشي ويتحرك ويشيل الشنطة ويلبس ويكبر شوية بيكون اسمه child في childhood يعني مرحلة الطفولة. طيب أنا هسألكم حاجة، هل أنتوا لما كبرتوا عرفتوا تعملوا حاجات لوحدكم؟ يعني عايزة أسأل who can get dressed by themselves? who can dressed by themselves؟ مين بيقدر يلبس لوحده؟ برافو يا أصحابي، في أولاد كتير دلوقتي بيعرفوا يلبسوا وحدهم في مرحلة الchild. طيب who can put on their shoes all alone؟ مين بيقدر يلبس كوتشي لوحده دلوقتي؟ عشان هو child مش بيبي، خلاص كبر شوية. he's grown up. كبر شوية. growing up يعني كبر شوية، بقى في الchild، بقى child stage يعني في مرحلة الطفولة. خلاص بيقدر ايه. طب هسأل سؤال تاني، who can brush their teeth all alone؟ مين بيقدر يغسل أسنانه لوحده؟ احنا خلاص كبرنا، بنقدر دلوقتي نعمل بعض الأشياء لوحدينا. ماما ممكن تساعدنا أو بابا أو خاله أو عمه أو اخواتي، لكن أنا دلوقتي بقدر أعتمد على نفسي شوية. I am a child. I am not baby. I have grown up. I am a child. What is the next stage of life? What is the next stage of human life? ايه المرحلة اللي بعد كده؟ تعالوا نشوف. شوفوا كده. انا كبرت خلاص شوية، ما بقتش child anymore. ما بقتش child، خلاص بقى كبير شوية. What is the third stage of human life؟ دي المرحلة اللي بعد كده لما الواحد بيكبر بقى، بيدخل بيروح بقى يشتغل، ممكن يتجوز ويبقى مسؤول عن عيلة، بيكون parent يعني أب أو أم. parent أو بيكون adult يعني كبير وراشد، ساعتها بيكون parent، بيكون أب أو أم. في المرحلة دي بيكون عليه مسؤوليات كتير، بيشتغل وبيصرف على بيته وبيخلي باله من أولاده وبيربيهم، بيكون parent. بيكون adult يعني راشد وكبير، وبيكون parent يعني أب أو أم. What is the fourth stage of human life؟ بعد كده بيكون ايه بقى؟ تعالوا نشوف. the fourth stage of human life لما الواحد يكون grandparent. يعني بيكون خلاص بقى كبر بقى وشعره بيض ومحتاج بقى الوقت اللي يساعده كمان. ممكن في grandparent بيكون صحتهم كويسة بيساعدونا، لكن grandparent غالبا بيكونوا عيانين، كبار في السن، شعرهم أبيض. بيبقى ديت ايه the fourth stage of human life. grandparent. اوكي، تعالوا نشوفهم تاني كلهم على بعض. baby.
child 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 parent or adult parent or adult grandparent grandparent اوكي تعالوا نشوف كمان في حاجة كمان عايزة اقول لكم عليها we also learned that animals have life stages too we also learned that animals have life stages too كمان الانيمالز عندهم life stages مش بيبقوا كبار كده مرة واحدة في الأول بيكونوا صغيرين يكبروا شوية ويكبروا شوية هنا في مثال للهورس تعالوا نشوفه في صورة الكتاب أحسن وأوضح Oh yes this is the life stages of horse ده حصان تعالوا نشوف أول حاجة بيكون إيه baby horse برافو baby horse بعد كده بيكون لما يكبر شوية وهو بيبي هورس ماما هي اللي بتساعده توومه بتلحسه كده بلسانها عشان تنشطه بعد كده بيقدر يمشي ويجري شوية بس جنبها فبيبقى child horse child horse child horse بعدين لما يكبر خالص بيبقى adult horse يعني حصان بالغ كبير كده دي the life stages of horse هنشوف الصفحة كمان اللي في الكتاب خلينا نقف عند الصفحة دي شوية ونقول What do you notice about the difference? different pictures. ايه اللي ملاحظينه بقى في الاختلافات بين الصور؟ يعني الحصان الصغير بيفرق عن الحصان الكبير. الحصان الصغير ممكن ديله صغير كمان ودينه صغنونين. بس ايه طيب ماشي لكن طيب what is the same that is in the picture what is the same احنا شايفين ايه متشابه غالبا كلهم عندهم مناخير كلهم عندهم ودان كلهم عندهم رجلين متشابهين في حاجات كتيرة بس البيبي هورس بيكون لسه مش بيعتمد على نفسه كفاية كمان التشايلد هورس بيكون معتمد على نفسه بس مش قوي لكن الادلت هورس خلاص بيعتمد على نفسه في كل حاجة هنا في صفحة الكتاب بيوري لك ان مش كل الانيمالز زي بعض مختلفين they are different يعني هنا بيقول لك observing animals يعني تعالوا نلاحظ الحيوانات هنا بيقول لك directions circle the animals with 2 legs in red circle the animals with 4 legs in blue هنا احنا شايفين في elephant zebra panda ostrich و bird تعالوا نشوف أول حاجة الإليفنت how many legs does he have how many legs does he has 4 legs يلا count كده count with me 1 2 3 4 4 fat legs يا رجليه تخينة جدا عنده 4 fat legs الإليفنت طب والزبرة هي الصورة مش باينة لكن هو عنده 4 legs 1 2 3 4 legs zebra has 4 legs طيب باندا الجميل دوت what does the panda how many legs does the panda have the panda has 4 legs 1 2 3 4 طيب ماشي طيب الأسترج عندها 2 legs بس عشان هي bird 1 2 طيب كمان معانا مين bird بقى صغير هنا مش عارفة عصفورة ولا أبو فصاد ده ديله طويل bird has 2 legs 1 2 يبقى احنا هنعمل circle with color هنعمل السيركل الأولانية حوالين الحيوانات اللي عندها 4 legs ودي باللون الأزرق واللي تحت هنعمل اللي has 2 الانيمالز have 2 legs هنعمل circle in red يعني طبعا الاسترج والبيرد هنعمل سيركل باللون الأحمر واللي فوق اللي هم have 4 legs هنعمل سيركل باللون بلو ماشي كده تمام ما تبقى سهلة جدا يا أصحابي في حيوانات مختلفة في العالم مش كلها زي بعض طيب نشوف بقى هنا هنعمل كاونتينج هنشوف هنعمل ايه من تحت ده دور الكاونتينج بقى هنعد
بيقول لك descriptions. how many animals have two legs؟ ها في الصورة اللي فوق شفنا كام animal عنده two legs؟ two one two. اوكي، فاحنا هنكتب هنا two، هنكتب number two هنا. طيب how many animals have four legs؟ write the number in the table. هنكتب هنا مين اللي عنده 4 رجلين. خلينا نشوف. 1 ايه ده 1 متأسفة 1 2 3 4 5 1 2 3 بس it's 3. معلش يا اصحاب الصورة بس بتتهز مني. خلاص يبقى هنا نكتب 3، هنكتب هنا 3. اوكي كده يبقى خلص الليسن بتاعنا النهارده يا اصحابي. جود باي.